فأنت الآن لكي تولي تحب تنسى الموت وتقول كما المقولة المشهورة عندنا احنايا: انسى الموت تنساك، ولا تعيا تنساه ولا ما تنساك. الموت ولا ما تنساك. كاين واحد الموعد، موعد مضروب مع ملك الموت، والله الذي لا اله غيره، غير يجي النهار هذاك ملك الموت يجي والله ما يتاخر عليك ثانيه واحده. نسال الله يختم لي ولك بالحسنى. ولهذا ما اطال عبد الامل الا افسد العمل. كي واحد يطول الامل تاعو يقول لك انا نعيش مازال نطول وكذا، واش يدير؟ ما يتوبش. يقول لك استنى كي نكبر ان شاء الله ندير الروترات، نولي شيخ كبير ونولي ما نقدر ندير والو، وتروح الشهوات هذه نضرب فيها حجه والرياح نروح الجامع نصلي ونولي وخلاص ما شاء الله. وهو كانه ضامن، كانه راه ضامن حياته باللي يعيش لهذاك الوقت، وراه ضامن باللي انه ممكن تعيش. كاين شيوخ كبار لحقوا لهذاك السن وما تابوش. نقول لك علاه؟ طبع على قلوبهم، خلاص ربي طبع له على قلبه ما يتوبش. اذا انت خاف انك توقع الامر هذا، لان الاصرار هو الذي يحول بينك وبين هذه التوبه. وطول الامل، يقول الانسان انا شاب، انا صغير مازال نقرا في الليسي، نزيد نروح الجامعه، ومن بعد نزيد ندير عندي مستقبل، ندير لي ستاج، ندير نطلع وندير هذيك وندير كوميرس وندير نعمل ونخدم، ومن بعد نتزوج نلحق مازال تسمى انايا راني 15 سنه، تسمى مازال لي 10 سنين باش نلحق 25 سنه مازال نعيشها، تسمى باش نلحق قد هذاك عمي فلان 50 سنه، تسمى انا مازال لي 35 سنه نعيشها كامله باش نولي قد شيخ طاهر. هكذا يقول. تسمى هذاك قلت تسمى انايا مازال نعيش 35 سنه. هو مسكين الموت راهي تضحك عليه من الله برك. من ذاك تجي تديه هو في عمره 16 سنه، ومن ذاك تديه 20 سنه 22 سنه ما تخيرش. ربي لما يبعث ملك الموت والله يا اخواني الكرام ما يتاخر دقيقه واحده ولا ثانيه واحده. ولذلك عمرك ما تحط الامل في المستقبل وتقول استنى انا سوف. ولهذا اعظم العوائق التي تعيق الانسان من التوبه وش هي؟ التسويف ناتج عن ماذا؟ ناتج عن طول الامل. نقول شوف نكمل واحد الحسابات، نكمل واحد الشغالات، نكمل شويه باك الخدمه اللي نخدم فيها، ما تسمحليش باش نتوب. الخدمه اللي نخدم فيها والخلاط اللي عايش فيه والامور هذه وهذه ما تسمحليش باش نتوب. اسمع، ولو راك تخدم في مخمره صلي وتوب الى الله سبحانه وتعالى، لان ربي عز وجل كي يشوف الوجه هذا جاء عنده يوفقه للخير، يوفقك ربي للخير يوفقك. ولذلك الان عمرك ما تزيد تكمل عليها، ما تكملش عليها، ما تقولش انا على بالك راني في واحد الميليو ونسمع مام المعيشه والحومه اللي عايش فيها، اصبر دوك كاين السكن ونبدلوا السكنه، او بابانا راه يبني ولا يعطونا السكنه على عامين احنا نرحلوا تما، نروح تما نفتح صفحه جديده ونتوب، وانت بالك في هذيك العامين انت ما على بالكش واش راح دير. اما ممكن يجيك ملك الموت وتموت فيها ونسال الله يطول لك في العمر ويبارك فيك، واما انك تزيد تعيش بصح راح تزيد دير واحد الحوايج راح يخلوك ما تحبش تتوب في هذيك العامين هذيك. اذا التسويف هذيك كلمه سوف اعمل ومن بعد نديرو نتوبوا، ولا نهار الجمعه ولا السنه رمضان الجاي نسقمها مليح، دوك رمضان هذا راح خلاص بقاو ايامات وخلاص، السنه رمضان الجاي ان شاء الله نكون ما شاء الله نتوب مليح، وانت ما تدري والله ما تدري. انا حكيت لكم كم من مره يجيو الشباب كيما مجالس كيما هذه هكذا يجي لي يقول لي شوف سمعنا شيخ سمعنا ان شاء الله نجي ندوش ونتوب واعطيني نصائح باذن الله اني معاك. شحال من واحد والله العظيم وربي تقول دارهم لي انا درس، يجي مسكين يقول لي هذه الكلمه في هذيك السمانه يقتلوه يموت في السمانه هذيك يموت، وهو مسكين ناوي نسال الله عز وجل يتقبل منهم يعفو عنهم. هذو الناس على سوف هذيك ماشي مليحه. العزم شوف العزم، الناس الناجحين الناس اللي نجحوا في الدنيا وفي الدين، تلقى انسان عنده نجاح في حياته، دار حاجه لحق الى منصب معين، ينفع في الامه في حاجه معينه، اخترع حاجه، دار حاجه تنفع بها الامه. هذا الانسان كيفاش نجح؟ شوف كي تسال على حياته تلقاه انسان قرارات نتاعو فيها الحزم. القرار ما يقبلش القرارات المرنه لا تنفع. قرار مرن، وش معناتها مرن؟ قرار بصح فيها الاستيكي. شوف نتوب بصح ماشي دركا ومن بعد لهيك ومن بعد شوف نحبس دوكا لا دروك هذه نحبسها، المخدرات نحبسها ولا ما نزيدش نسرق، بصح شوف
ماشي دركا، واحد السمانتين ثلاثه عندي واحد الحسابات اللي ندير فيهم، ومن بعد ان شاء الله انتم. هذا قرار مرن، عمركش مرن معناتها شو كيلاستيك يتعوج قرار تاعك هذا. تعرف القرار الحقيقي الذي يصنع الرجال، القرار الذي يصنع الفوز، هو القرار الحاسم، حسم ديريكت. قال لي حبس. انا نعرف واحد الانسان، نعرفه صديق مليح قريب منا. هذا الانسان اسمع المواعظ والناس تنصح فيه، يا فلان صلي، ما صليش. يا فلان اتقي الله، ما كاش. دارهم كامل يصليوا، يماه ضل تبكي عندهم، صلي صلي صلي، ما يصليش. الاب نتاعو قال له خلاص انا هذا مسحت يدي منه، خلاص غير هو مولادي ما حبش يصلي. كاع الناس يعيطوا له، يا ولدي انت انسان ما شاء الله روح تصلي على روحك، والو. في يوم من الايام هذا الانسان جالس على طاوله اللهو واللعب، قاعد في رمضان هكذا، في رمضان شت رمضان كيما رانا احنا، قاعد في المحشاشه ويلعب في الدومين ويقصر، والدنيا الناس تما مخلطه والغناء والشعبي والدنيا مقلبه الحاله. وهذا الانسان قاعد، سبحان الله. شوف الانسان كي ينجح هو الانسان اللي ما يستناش، كاين هذيك الدقيقه يعطيك ربي فيها واحد اللطف. من داك ربي يعطيك واحد اللطف. كاين من داك نتلاقاو مع الناس سكرانين، هو سكرانه مسكين، ونقعدوا نقصروا معاه ويبدا يبكي ويحكي واش كاين في قلبه، ويقول لك انا خلاص، انا ما يوريني رايح بيها. هذيك اللحظه هذيك ما تتعاودلوش. احنا قصرنا معاه تما وقلبه رطاب وكان سكران وقلبه ولا رطب، بصح من بعد احنا رحنا حنايا، ومن بعد غدوه كي يكون سكران ما يتلاقاش معنا، احنا يتلاقى مع واحد اخرين يبداو يجبدوا في بنات الناس، ولا يجبدوا على امور ماشي ملاح، يقصروا على امور ماشي ملاح. علاش؟ خاطرش هذيك الفرصه عطاها له ربي تما كي كان يبكي، وكان تما ناض وقال لا يا خلاص حبس علينا اللعب هذا، ينوض مباشره يروح تما ينجح. بصح اللي كان قال لك انا ادعوا لي يا انا ان شاء الله بربي يا مات تشوفوني معكم في الجامعه، وبعد ما كاشوا. ولهذا هذا الشاب هذا ماذا فعل؟ شاب صغير يلعب والناس دايرين يعني واحد الجو، الناس تجاره باش تحكم المكان، هذاك المكان في رمضان في المحشاشه والدومين وكذا، وتعرفوا والباب تاع المحشاشه هذيك مفتوح، وهو يلعب في الدومين ويشوف واحد المراه كل يوم تمر عليهم. وكان هذاك اليوم يوم 17 رمضان، ويمشي هذاك الانسان يشوف المراه هذيك كل يوم كي يكون يلعب دومين، مراه متحجبه بالجلباب تاعها وحاكمه اولادها، زوج منا وتقودهم ورايحه، ويشوفها تروح تجري بعد صلاه المغرب، رايحه تجري باش تحكم بلاصه في التراويح تصلي. مراه كبيره حاكمه الاولاد نتاعها كل يوم تجوز عليهم، وهو هذيك اللقطه دائما يشوفها. في يوم من الايام مرت المراه هذيك جازت ويشوفها، تعرف واش يدير؟ الناس يقولوا له العب دالتك، وهو ما حش يلعب، يخزر في هذيك المراه هذيك ويقول سبحان الله انا راجل، الرجال ربي يدير لهم المساجد، وهذيك المراه راحت تصلي في المسجد وانا قاعد نلعب هنا في هذه الليالي المباركه، في هذه الليالي اللي ربي عز وجل ينزل فيها القران، في هذه الليالي اللي ربي سبحانه وتعالى ينزل فيها ابواب الرحمه. وش ندير هنا أنا؟ قالوا له، قال لهم والله مسجد حجره كيما راهي، دار لها هكذا، راح يصلى معاه مباشره. راح هذاك الشاب راح مشى مباشره للمسجد، ودخل اكرمكم الله البيت الخلاء، وفرغ على روحه الماء بدون تاع ما دوش في الحين، وعاود لبس حوايجه هكذاك فوقه مشمخ، ودخل في الصفوف. من ذلك اليوم يعني اكثر من 30 سنه، وهذا الرجل سبحان الله مكنه الله وحفظ القرآن الكريم ودار أشياء كثيرة، وربي سبحانه وتعالى فتح على يده خيرا عظيما. يعني من جات هذه جات نسأل الله دائما يعني، وهذه بيد ربي، نسأل الله يتوب علينا ويعفو عنا ويثبتنا، يعني الثبات بيد الله عز وجل. هذا الشيء هذا يجي من القرارات الحاسمة. هذاك الشاب هذاك لو كان قال شو نكمل اليد هذه ومن بعد نروح، ما يكملش، ما يروحش على بالك. لو كان هذاك الشاب قال لهم انا نشوف نكملوا البارتيه تاع اليوم كذا، معبك ما شديت بلاصه والناس وصاحبي دوك يزعف كذا، غدوه ان شاء الله نضربها قميص مليح وندوش كذا ونروح، ما يروحش على بالك، ما يروحش. ولو قال غدوه ما يروحش. اذا القرارات الحاسمه هي اللي تخلي. شوف الفضيل بن عياض، حكيت لكم القصه تاعو. فضيل بن عياض كان طالع فوق السور، عنده موعد مع امراه في الحرم، وهذاك شوف واش سمع، رجل داخل الدار ورجل خارج الدار، وهو فوق السور
ويسمع القارئ يقرأ وش يقول؟ يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وش قال هو؟ قال بلى لقد آن. يتكلم مع القرآن. هو سمع شكون؟ سمع واحد جاء هذيك المرأة اللي داير معها موعد، سمعوا يقرأ القرآن الكريم يقوم الليل. قرأ هذاك الإنسان كان يقرأ القرآن، قرأ الآية هذه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وكأنه ربي قال له ما تحشمش انت درك، ما تبداش، ما تتوبش ربي. فهو وش دار؟ رجل داخل الدار ورجل ما كملش، ما قالش انا ندخل شوف عندي موعد كذا من نكمل وخلاص ومن بعد ما زيدش كاع عاود ولا قال لا خلاص الآن. ربي سبحانه وتعالى جعل منه فقيها إماما، كل الكتب نتاع الفقه وتاع الدين إلا ولازم تلقى فيها الإمام الفضيل ابن عياض، وبعضهم يقول له مذهب، يعني كما الإمام مالك رحمه الله. هذا الرجل هذايا وش هي اللي خلاته يرجع إماما عالما؟ على شكون؟ القرار الحاسم، القرارات الحاسمة تصنع الرجال وتصنع الفوز والنجاح.